بعد خسارة فاينل الوداد في 2017 ومن ثم فاينل الترجي في 2018 ثم يليهم أكبر هزيمة في تاريخ النادي الأهلي أمام مامولودي صن داونز في جنوب أفريقيا بنتيجة 5-0. يتكاتف لاعبي والجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي بعد مباراة العودة أمام مامولودي صن داونز إن هم يعتذروا لجمهور النادي الأهلي اللي كان متواجد بقوة رغم الخسارة بخماسية تاريخية، إن هم يعهدوهم إن النادي الأهلي عمره ما بينكسر ولو وقع عليه 1000 قومة، وإن السنين الجاية هيتم السيطرة على قارة أفريقيا، وإن مفيش أي فريق هيقدر يقف قدام النادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة نارية واستثنائية ومثيرة مليئة بالأحداث الكثيرة المحلية والعالمية. حلقة اليوم رقم 22، وكلنا طبعا نحب رقم 22 لأنه يخص طيب الذكر أمير القلوب كابتن محمد أبو تريكة. وحلقة اليوم هي الحلقة اللي هتخص ذكرى الليلة 27 نوفمبر، النهائي القرن وبطولة القاضية ممكن للنادي الأهلي. وقبل ما أبدأ الحلقة عايزك تعمل لايك وما تنساش تسجل اشتراكك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الحلقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت في المقدمة ان بعد خسارة فاينل 2017 و2018 والهزيمة في 2019 امام مامولودي صن داونز، يتكاتف النادي الاهلي عشان يقدر يقوم على رجله من تاني، بانه في سنة 2020 بعد التغيير في الفريق وفي الجهاز الاداري للنادي الاهلي يبدأ النادي الاهلي رحلة الدفاع عن اللقب الغائب منذ 2013 منذ 7 سنوات، ويلعب النادي الاهلي في الدور التمهيدي الدور ال 64 امام فريق اطلع بره السوداني عشان يفوز النادي الاهلي في مباراة الذهاب. المباراتين اتلعبوا في مصر بس هي بتبقى مباراة الذهاب 4-0 وفي العودة 9-0 عشان يفوز النادي الاهلي بنتيجة المباراتين 13-0 ليصعد النادي الاهلي لدور ال 32 ويواجه فريق كانو سبورت. يفوز النادي الاهلي خارج الديار بثنائية نظيفة، ومن ثم العودة في القاهرة بنتيجة 4-0 ليصعد النادي الاهلي الى دور ال 16 دور المجموعات عشان يقع في مجموعة قوية جدا كانت بتضم كل من الاهلي المصري على راس المجموعة معاه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز. وفي اولى الجولات يتم تحجيم النادي الاهلي في مباراة الذهاب، ليخسر النادي الاهلي اولى مبارياته بنتيجة 1-0 وطرد غير مستحق للاعبنا الباك ليفت ايمن اشرف. لتأتي المباراة الثانية امام الهلال السوداني ويفوز النادي الاهلي بنتيجة 2-1، ثم بلاتينيوم في المباراة الثالثة يفوز النادي الاهلي بثنائية نظيفة ايضا، وفي مباراة العودة يتعادل النادي الاهلي بنتيجة 1-1، ومن ثم تأتي المباراة الحاسمة والفاصلة في القاهرة أمام النجم الرياضي الساحلي اللي انتهت نتيجتها بنتيجة 1-0 لما قال طيب الذكر خليل البلوشي أوه التاسعة بتوقيت الأهلي وبإقدام أجاييه جونيور أجاي اللي افتقدوا النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا بعد رحيله بأمر من مدير الفني السابق بيتسو موسيماني. كان بيشكل جبهة نارية يسرى مع علي معلول، كان بيقدروا هما الاثنين ان هما يقدروا يهدوا اي فريق امام النادي الاهلي. وعشان كلامي يتصدق لحد وقتنا هذا مفيش جناح قادر يعوض غياب جونيور اجاي. وعشان ما نخرجش بره رتم الحلقة، بيجي النادي الاهلي ويلعب في السودان في مباراة مصيرية انتهت بنتيجة التعادل 1-1، ولكن في الدقيقة 80 بينزل جمهور الهلال السوداني لأرض الملعب بعد ما حصل إرهاب للاعبين من قبل الجماهير، ولكن تمت السيطرة عليه من قبل الأمن السوداني لتنتهي المباراة في لحظاتها الأخيرة بالتعادل 1-1، ويصعد النادي الأهلي كثاني المجموعة لمواجهة من؟ مامولودي صن داونز الصقر وما أدراك ما الصقر. في العام الماضي عام 2019، طبعا انا بتكلم عن 2020 مش دلوقتي، كان النادي الاهلي خسر بخماسيه
نظيفة في مباراة الذهاب، وكانت فضيحة كروية للنادي الأهلي، كونا لأنه كان أول مرة وبإذن الله كانت آخر مرة أيضا يخسر بنتيجة قاسية وكبيرة 5-0، ده غير الكور اللي جت في العارضة والكور اللي الشناوي شالها. تأتي المباراة الصقر في القاهرة، يتم تحجيم نادي ميلودي سان داونز عن طريق المدير الفني السابق للنادي الأهلي رينيه فايلر، ليفوز النادي الأهلي بثنائية علي معلول. ومن ثم في مباراة العودة تنتهي أيضا المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليصعد النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي. ولكن في خط أحمر وفي فاصل كبير هنا، يأتي الفيروس اللعين فيروس كورونا ليتوقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، ولكي تتوقف الحياة بشكل عام. ومن ثم يحدث تغيير جذري بعد أن قام المدير الفني السويسري رينيه فايلر بأنه سيترك النادي الأهلي وعلى أتم استعداد يدفع الشرط الجزائي اللي موجود في العقد، ليقابل النادي الأهلي العرض المقدم ليه بالترحاب. ثم يأتي النادي الأهلي بقدوم من؟ بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بعد ما أن تم إخراجه من دور الثمانية عن طريق الأهلي، يترك فورا ميلودي سان داونز بدون أي تفكير أو تردد وينضم للنادي الأهلي. ومن ثم بعد 3 أو 4 شهور توقف تعود الحياة لمجراها، ليبدأ دور الأربعة، دور قبل النهائي، ويقابل النادي الأهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي، عشان الأهلي ياخد بطاره من 2017 ويفوز في الذهاب بنتيجة 2-0، ومن ثم العودة في القاهرة 3-1، ليصعد للمباراة النهائية بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين لمقابلة من؟ نادي الزمالك، اللي كان فاز على الأهلي في السوبر المصري في الإمارات بركلات الترجيح، وأيضا في مباراة الدور الثاني من الدوري المصري بالقاهرة بنتيجة 3-1، لتسمى بمباراة القرن. ولأول مرة في تاريخ البطولة فريقان من نفس البلد هيلعبوا. أيضا تأتي الصدفة أن البطولة تكون النهائي على استاد القاهرة ولكن بدون جمهور. ليفتتح النادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 5 برأسية عن طريق عمرو السولية، ثم التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب محمود فضل الله الشهير بشيكابالا، ثم في الدقيقة 85 و45 ثانية يطلق محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي صاروخ على يسار حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-1، ليتوج باللقب التاسع الغائب منذ 7 سنوات، ويصعد النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية في بطولة هي الأغلى على الإطلاق في تاريخ كل أهلاوي محب للقلعة الحمراء. ده كان مشوار النادي الأهلي في البطولة 2020 القارية. وبالمناسبة أيضا النادي الأهلي لعب النهاردة مع نادي المقاولين العرب في كأس مصر، انتهت المباراة في شوطها بنتيجة 1-1 والأشواط أيضا الإضافية، ليلتقي الفريقان لركلات الترجيح، ليفوز النادي الأهلي بنتيجة 4-3 ويصعد إلى قبل النهائي لمواجهة نادي سموحة، عشان نقدر نقول النهاردة يوم مش السعد ونقول مبروك للنادي الأهلي على الفوز أيضا النهاردة. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يعطي إنذار شديد اللهجة للاعب الأهلي أحمد عبد القادر بعد انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، وهدده إنه هيقعد دكة ولو استمر الحال أحمد عبد القادر خارج النادي الأهلي في يناير بإذن الله. ده كان كلام مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، واللي رحب أيضا زي ما ذكرت امبارح باللاعب البرازيلي بيسولي لاعب نادي أفاي البرازيلي، ولكن القيمة المالية لبيسولي هي من 3 ل 4 مليون دولار، ولكن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي متمسك